بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها إيفا وهي مندمجة مع أغنية وبتغني معاها بصوت عالي، وبتطلب من كوبر أبوها إنه يمشي بالعربية بسرعة علشان واضح إنها مستعجلة، وكوبر بيقول إنه وقف بسبب إشارة المرور وبيطمنها إنهم هيوصلوا في الميعاد. وأول ما بيوصلوا المكان اللي رايحينه إيفا بتنزل من العربية وبتجري بسرعة، وكوبر بيجري معاها علشان يلحقوا مكان عالي بحيث إنهم يعرفوا يشوفوا من الزحمة، وده لأنهم بيلاقوا تجمع فيه شباب كتير واقفين وبيبقى واضح عليهم الحماس، وبيفضلوا واقفين لحد ما بتخرج واحدة اسمها رافين من أتوبيس وبيطلع إنها مغنية مشهورة، وكل الشباب الموجودة بتنادي عليها علشان تاخد بالها منهم، وإيفا بتفرح جدا إن رافين المغنية ردت عليها. وبعدها إيفا بتشكر كوبر علشان فرحها وقدر يحجز تذاكر لحفلة رافين، وكوبر بيعرفها إن الكراسي بتاعتهم مكانها رقم 44، وبكده إيفا مش هتكون شايفة رافين وهي بتغني، وبيقفوا في طابور علشان يدخلوا للحفلة. وأثناء انتظارهم كوبر بيسألها عن علاقتها مع أصحابها في المدرسة الجديدة، ولكنها بترفض تتكلم عن أصحابها الجداد، وده بسبب مشكلة حصلت بينهم من فترة. وكوبر بيلاحظ إن المكان فيه عدد كبير من الشرطة، ولكنه مش بيهتم لأن دي حفلة كبيرة ووارد تكون الشرطة هنا علشان تأمن الحفلة. ولما بيدخلوا المكان الحفلة بيعزمها على مشروب، وإيفا بتحكي له إن أصحابها كانوا متجاهلينها ومش بيشاركوها معاهم في أي حاجة، وبتقول إن أكتر بنت فيهم مش بتحبها اسمها جودي، وده لأن البنت دي بتغير من إيفا وبتحقد عليها. ورغم إن كوبر مركز في كلامها إلا إنه مش بيرد علشان مشغول بالمنديل اللي في إيده. وأثناء ما هم ماشيين بيدوروا على مكان الكراسي بتاعتهم، كوبر بيشوف ظابط وهو بيركب كاميرا مراقبة في الممر، ولما إيفا بتعرف إن الكرسي اللي كانت فاكراه بعيد طلع قريب من الستيج بتشكر أبوها تاني على المفاجأة الحلوة دي. وكوبر بيلاحظ إن الشرطة أخدت واحد من الموجودين، وبعد شوية بتبدأ الحفلة وبتطلع رافين تغني أول أغنية ليها، وجمهورها كله بيغني ويرقص معاها. وأثناء الأغنية التانية في الحفلة بيطلب كوبر من بنته تسيب الحفلة وتيجي معاه لأنه عاوز يدخل الحمام، لكنها بترفض تطلع وتسيب الحفلة، فبيقول لها ما تتحركش من مكانها لحد ما يرجع. ولما بيدخل الحمام بيفتح فيديو الكاميرا مباشرة واللي بيظهر فيها شاب مربوط بسلسلة حديد. وفي الوقت ده بتوصل مجموعة من عربيات الشرطة لمكان الحفلة، ولما بيخرج كوبر من الحمام بيروح علشان يغسل ايده، وبيلاحظ ان في ست كبيرة واقفة جنبه بالرغم من ان ده حمام الرجالة، لكن الغريب انها بتختفي فجأة. واول ما بيخرج من الحمام بيقابل ام جودي صاحبة بنته وبيسلم عليها مع انه زعلان من تصرف جودي مع بنته، بس هي بتعرفه انها اتكلمت مع بنتها علشان تصلح الموقف بينهم، وبتطلب منه يبلغ ايفا ان جودي قاعدة وراها لو حابة انها تيجي تقعد معاها. وفي اللحظة دي بيكون رجال الشرطة انتشروا في المكان كله مع بداية الأغنية التالتة، وكوبر بيستغرب لما بيشوف لتاني مرة الشرطة بتاخد حد من الحضور، وبيحس وقتها ان في حاجة غريبة بتحصل وان عدد رجال الشرطة ده مبالغ فيه، وشكلهم كده مش موجودين علشان يأمنوا الحفلة بس، واكيد في سبب تاني. بعدها بيخرج الجمهور استراحة لحد ما المسرح يجهز للأغنية التالتة، وإيفا بتروح علشان تشتري تيشيرت عليه صورة رافين، ولكن لسوء الحظ بتكون الكمية الموجودة خلصت. ولكن جيمي مسؤول التوزيع بيطلب من كوبر ينتظروا شوية على ما يجيب كمية تانية من المخزن، وبيتعرفوا على بعض، وكوبر بيقول له انه بيشتغل في المطافي. ولما كوبر بياخد باله ان جيمي طيب زيادة عن اللزوم بيستغل طيبته وبيحاول يستدرجه في الكلام علشان يفهم منه ايه اللي بيحصل وليه الشرطة بتركب كاميرات جديدة مع ان في كاميرات قديمة في المكان اصلا. وجيمي بيقول له ان الشرطة مشددة عليهم ان محدش يتكلم عن السبب لوجود الشرطة مع الجمهور، لكنه بيوافق يقول له بس بشرط ان كوبر ما يقولش لاي حد، وبيعرفوا ان كل ده فخ علشان الشرطة تقبض على السفاح اللي قلب الدنيا واسمه الجزار، وان مفيش اي حد هيقدر يخرج من الحفلة من غير تفتيش علشان الشرطة مأمنة كل مداخل ومخارج المكان كويس ما عدا الكواليس، وده لان مفيش حد بيدخل لهناك غير طاقم الفرقة. وكوبر بيلاحظ ان مفيش حد يقدر يدخل لاي مكان من غير ما الشرطة تفتشه، وايفا بتقوله ان الاغنية هتبدأ وعايزة ترجع لمكانها تاني بسرعة. وفي نفس اللحظة دي كوبر بيقرر انه لازم يعمل اي حاجة يشتت بيها الشرطة، ولما بيشوف بنت سكرانة من كتر الشرب بيخبطها بايده علشان تقع والشرطة تسيب باب الخروج وتتجمع عند البنت. وكوبر بياخد بنته وبيمشوا بعيد عن الناس وبيعرض عليها انهم يخرجوا بره وهيرجعها تاني للحفلة، بس بمجرد ما بيروح لباب الخروج بيلاقي 2 من رجال الشرطة وقفوا قدام الباب، وده علشان زمايلهم مشغولين مع البنت اللي وقعت. وبكده كوبر بيضطر انه يرجع تاني للحفلة وبيدخلوا في اخر الاغنية، ورافين بتقول لجمهورها ان الاغنية اللي جاية هيغنيها مغني تاني معاها، وبتطلب منهم ينادوا عليه بصوت عالي علشان يخرج. وبالفعل المغني بيخرج من فتحة تحت الارض جنب المكان اللي كوبر وبنته واقفين فيه، ولما كوبر بيشوف الفتحة دي بيحاول يستغل الفرصة علشان يخرج، فبيسأل بنته لو تحب انهم ينزلوا يكتشفوا المكان ده فيه ايه، لكنها مش بتوافق وبتشوف انها فكرة
فكرة مجنونة وبتبقى عاوزة تكمل الحفلة، فبيقول لبنته انه هيرجع لجيمي علشان يشوفه جاب التيشيرت ولا لسه. واول ما جيمي بيشوف كوبر بيقول انه كان نازل المخزن حالا علشان يجيب التيشيرتات، وكوبر بيعرض على جيمي انه يروح معاه علشان يساعده. وجيمي بيدخل للمخزن بشفرة مرور مش موجودة مع حد غير عمال الحفلة بس، لكنه بيلاقي صندوق التيشيرتات موجود على رف عالي. وكوبر بيستغل الفرصة ان جيمي مش طايل الصندوق علشان يسرق الشفرة من جيبه وبينزل هو الصندوق. ولما كوبر بيسأله إذا كانت الشرطة قدرت تقبض على الجزار ولا لسه، فبيقول له جيمي إن ده سفاح خطير وأكيد مش هيقبضوا عليه بالسهولة دي، وده لأنه قتل لحد دلوقتي 12 ضحية بشكل محترف ومنظم جدا. وبيوريه صور واحدة من ضحاياه وبيقول له إن الشرطة لقتها عبارة عن أشلاء مرمية على جسر. ولما جيمي بيعرفه إن الشرطة مدربة كل العمال كويس على كلمة سر ليهم، كوبر بيسأله عنها من باب الدردشة وجيمي بيقول له عليها. وبعد ما كوبر بياخد التيشيرت وبيحاول يجرب الشفرة على أي باب من الموجودين على امل انه يعرف يخرج من المكان، بيدخل لاوضه منهم وبيتفاجئ بعدد كبير من الضباط، والقائد بتاعهم بيشرح لفريقه ازاي هيتعاملوا مع السفاح، وان اهم حاجه لازم يعملوها وقت القبض عليه انهم يبعدوا الناس عنه. وفي نفس اللحظه اللي كان هيخرج فيها كوبر بيلاقي 2 ضباط داخلين، فبيضطر يعلق شفره المرور في الجاكيت بتاعه علشان يبان انه من عمال المكان. وبياخد جهاز لاسلكي معاه قبل ما يخرج، وبتنادي عليه ام جودي تاني لانها حست انه كان متضايق بسبب اللي حصل، فبيقول لها انه زعلان علشان ايفا بنته وبيسيبها وبيمشي. وتصرفه ده بيعصبها فبتمسك فيه وبتطلب منه يكمل كلامه معاها، وده بيلفت انتباه ضابط الشرطه اللي واقف، فبيكلمها بلطف علشان يبان ان الموقف طبيعي وان مفيش حاجه. لكن بيقطع كلامهم صوت الشرطه وهي بتقبض على واحد اشتبهوا فيه، وفجاه الناس كلها بتتجمع علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. وكوبر بيبقى عاوز يستغل انشغال الشرطه علشان يعرف يخرج، فبيخلص كلام معاها وبيستأذنها علشان يمشي لانه سايب ايفا لوحدها. واول ما بيدخل الحفله بيلبس سماعه جهاز اللاسلكي اللي اخده من الاوضه وهو خارج علشان يسمع التعليمات اللي بتتقال لرجال الشرطه ويعرف تحركاتهم اول باول. وبيسمع واحده ست بتقول ان الشخص اللي اتقبض عليه مش هو السفاح، وان الشخص ده خاف وارتبك لما لقى الشرطه بتحاول تقبض عليه بس مش اكتر، وبكده السفاح لسه موجود في الحفله وانه حاليا بيفكر في طريقه للهروب. وبيتكلم بعدها رئيس الوحده وبيبلغ عن الاشخاص المشتبه فيهم داخل الحفله، واللي بيكون منهم راجل ابيض في سن الثلاثينات وفيه وشم على ايده اليمين. وبما ان ده نفس الوشم اللي على ايد كوبر، بياخد مسطره من شنطه قدامه على الارض وبيلبسها في ايده علشان تداري الوشم. ورئيس الوحده بيتكلم تاني في اللاسلكي وبيقول ان الشخص ده لابس جاكيت اصفر، وده بيخلي كوبر يضطر يمشي من مكانه بحجه انه نسى الفيزا بتاعته عند جيمي لما كان بيجيب التيشيرت. وايفا بتقول له انها عايزه تروح معاه علشان ما تبقاش لوحدها، ولكنه بيطلب منها تستمتع بالحفله وبيوعدها انه مش هيتاخر عليها. ولما بيخرج بياخد باله من الكاميرات اللي موجوده في المكان، وبيسمع المحققه بتتكلم في اللاسلكي تاني وبتقول لهم ان اكيد السفاح بيحاول يخرج باي طريقه لانهم قفلوا عليه كل الطرق. وفي نفس اللحظه اللي كوبر بيمد ايده على انذار الحريق الموجود في الممر، بيتفاجئ بالمحققه بتقول ان السفاح ممكن يعمل اي حاجه تسبب الفوضى والخوف لكل الموجودين في المكان، وده علشان يعرف يهرب وسط الزحمه. وفي الحاله دي مش هيكون مسموح بالخروج غير للاطفال والسيدات بس. ولما الطرق كلها بتتقفل في وشه بيقرر انه يضحي باي حد للمره التانيه علشان يعرف يهرب. وفجاه بتلاحظ بنت من اللي شغالين في المطعم ان في ازايز موجوده في الزيت وهو بيغلي، لكنها من الصدمه بتفضل واقفه لحد ما الازايز بتنفجر من شده درجه حراره الزيت. وطبعا ده بيشغل رجال الشرطه الموجوده عن باب الخروج لسطح المبنى. وكوبر بيستغل انشغال الشرطه والناس باللي بيحصل، وبياخد مرياله متعلقه في المطبخ وبيلبسها بسرعه قبل ما الشرطه ترجع للباب. ولما بيطلع لسطح المبنى بيتفاجئ باتنين من الضباط بيأمنوا المخرج الوحيد اللي ممكن يهرب منه، وطبعا بيسألوه عن كلمه السر والبطاقه اللي اتوزعت على العمال قبل الحفله. ولحسن الحظ كوبر بيلاقي البطاقه في محفظه الشخص صاحب المرياله اللي لابسها، وبيعرفهم انه كان طالع ياخد نفسه بسبب الحادثه اللي حصلت في المطبخ لزميلته. ولما الشرطي بيتاكد من كلامه بيسيبه ينزل، ولكن كوبر بيستغل الفرصه وبيسأل الشرطي عن الست الكبيره اللي بيسمعها في اللاسلكي. والشرطي بيقول انها تبقى محلله جنائيه وقبضت على 10 من اخطر السفاحين قبل كده، وان هي اللي خططت لكل ده علشان تعمل كمين وتقبض على السفاح. ولما كوبر بينزل بيشوف البنت اللي اتحرقت في المطبخ بسببه، وبيكون في مسعفين جنبها وناس كتير لسه واقفه من وقت اللي حصل. والغريب انه بيشوف نفس الست الكبيره اللي شافها في الحمام قبل كده وهي واقفه جنب البنت، والاغرب ان مفيش اي حد موجود في المكان غيرها. واول ما كوبر بيتحرك من مكانه بيبان ان المسعفين والناس كانوا لسه موجودين في المكان زي ما هم، ومن الواضح كده ان كوبر هو الوحيد اللي بيشوف الست دي. ولما بيقرر يرجع للحفله بيلاقي ايفا قدامه وشكلها كانت بتدور عليه، وبيقول لها انه اتاخر علشان قابل ام
جودي صاحبتها وفضلت تتكلم معاه كتير، وإيفا بتطلب منه يفضل معاها علشان يشوف الجزء الباقي من الحفلة، وبتقول إنها بتتمنى إن رافين تختارها علشان تغني معاها الأغنية اللي جاية، وده لأن البنت اللي هتختارها المغنية هتكون محظوظة علشان هتشوف باقي الحفلة من الكواليس. وأول ما كوبر بيسمع كلمة الكواليس بيحس بالأمل تاني لما بيعرف إنه ممكن يخرج من غير تفتيش، وده هيبقى عن طريق الكواليس زي ما جيمي قال له قبل كده. وبيروح يتكلم مع واحد من الفريق اللي شغال مع رافين المغنية، وبيعرفه إن بنته كانت أمنية حياتها إنها تحضر الحفلة دي، وإنه جابها الحفلة علشان تخرج من الحالة النفسية اللي عندها، وده لأنها كانت مصابة بسرطان الدم واتعافت من وقت قريب. فبيسألوا الموظف هي بنته قاعدة فين، وبكده خطة كوبر بتنجح في إنه يخليهم يختاروا بنته من غير ما يطلب منهم بصيغة مباشرة، وهو إن محدش من الموجودين هيستحق فرصة الغنى مع رافين غير بنته علشان مرضها. وبيقلق لما بيلاقي الشرطة جاية تاخد شخص قاعد وراهم مشتبه فيه، وفجأة شخص بيحط إيده على كتف كوبر هو كمان، ولكن بيطلع إن ده الموظف اللي كان بيتكلم معاه وبيطلب يتعرف على بنته. والموظف بيسأل إيفا عن اسمها ولو موافقة إنها تشارك رافين الأغنية اللي جاية، وده بيفرح إيفا جدا وما بتكونش مصدقة إنهم اختاروها. وبيتحركوا مع الموظف علشان يروحوا للكواليس، وضابط من الموجودين بيطلب يتكلم مع كوبر، لكن الموظف بيعرفه الظروف اللي إيفا مرت بيها، وإن أبوها جايبها للحفلة دي علشان حالتها النفسية تتحسن وهو ده سبب اختيارها. وأثناء انتظارهم إن الأغنية الجاية تبدأ، كوبر بيلاحظ إن في بنت من الحفلة دايخة ومش قادرة تقف، وبيشوف المحققة واقفة بتحلل تصرفات الناس اللي موجودة في الحفلة. وأول ما بتطلع إيفا على المسرح وصاحبتها جودي بتشوفها بيتغير منها أكتر من الأول علشان رافين اختارتها هي. ولما كوبر بيلاحظ إن المحققة جاية عليه بيشيل البنت اللي كانت دايخة وبيدخل بيها للمسعفين، وده لأن مش من مصلحته إن المحققة تشوفه وتتكلم معاه. ولما إيفا مش بتلاقي أبوها جنبها بتروح تشوفه هو فين، وبتبقى فخورة بيه جدا إنه بيساعد الناس. وبتيجي الموظفة علشان تقول لهم إن آخر أغنية في العرض هتبدأ. وبعد ما بتخلص الحفلة بيستنى كوبر وبنته قدام أوضة رافين علشان إيفا عايزة تسلم عليها قبل ما تمشي. وفي الوقت ده بيلاحظ كوبر إن أوضة المراقبة جنبهم، فبيلبس السماعة وبيلاقي المحققة بتأكد على تفتيش كل راجل موجود في الحفلة. ولما بيجي يخرج بيلاقوا مجموعة من الضباط واقفين قدام الباب، والموظفة بتقول لهم إن كل الموجودين هيتفتشوا ما عدا رافين وفريق العمل بتاعها. ورافين بتروح لغرفة المراقبة علشان تطمن من المحققة إنهم قبضوا على السفاح ولا لسه، والمحققة بتقول لها إن الموضوع هياخد وقت، وده لأن عدد الحضور كبير جدا وموجود فيهم أكتر من 3000 راجل، ولكن بتطمنها إن هيتم استجوابهم كلهم لحد ما يوصلوا للسفاح. وفي الوقت ده كوبر ما بيكونش قدامه حل تاني غير إنه يخرج مع رافين، وبيطلب من رافين إنه يكلمها على انفراد. ولما بيدخلوا أوضتها بيفتح تليفونه وبيوريها الشاب اللي كان مربوط وبيطلب المساعدة. وفي اللحظة دي بتفهم رافين إن ده الشخص اللي هم بيدوروا عليه، وكوبر بيهددها إنه لو ما خرجش معاها حياة الشاب ده هتنتهي وهتبقى هي السبب. وفي الوقت اللي بيخرج فيه كوبر وبنته مع رافين، الشرطة بتاخد أي واحد خارج من الحفلة علشان يتفتش ويتم استجوابه، وبتخرج عربية رافين من غير تفتيش بناء على تعليمات المحققة. وكوبر بيشكرها وبيطلب منها تنزلهم عند الإشارة اللي جاية لأن عربيتهم واقفة قريب، لكن الغريب ان رافين بتطلب توصلهم لحد البيت. ورغم ان ده بيفرح ايفا جدا الا انه بيقلق كوبر منها علشان عرفت حقيقته. ورافين بتدخل البيت وبتتعرف على مراته وابنه، وبتفضل رافين تتكلم مع مراته ليزا عن حفلة النهاردة قد ايه كانت غريبة، وان كان في عدد كبير من الشرطة في المكان، وده بسبب وجود مجرم خطير اسمه الجزار كان من ضمن الجمهور، وان الشرطة كلمتها من اسبوعين وعرفتها ان الشخص ده هيكون موجود في الحفلة النهاردة، وده لانهم لقوا ايصال تذكرة الحفلة بتاعتها موجودة في بيت وهمي من بيوت السفاح. وبالرغم ان كل جمهورها من الشباب اللي في سن المراهقة، الا ان تحريات الشرطة بتأكد ان السفاح في سن ال30 تقريبا، وبيقولوا انه مصاب بالوسواس القهري، وده كان واضح جدا في طريقته المنظمة في قتل الضحايا ومدى دقته في انه ما يسيبش دليل وراه، وان التحليل الجنائي بيفترض ان المجرم كانت علاقته مضطربة مع امه، لكن للأسف ما اتقبضش عليه بعد كل المعلومات دي لانه ذكي جدا. ولما بيحس كوبر بالتوتر اكتر بيشكرها على لطفها مع بنته النهارده، وبيعرض عليها انه يوصلها للباب علشان تمشي لان يومها كان مرهق. لكن رافين مش بتكون عايزة تمشي غير بعد ما تغني لهم أغنية، وبتطلب من إيفا تيجي تقعد جنبها وهي بتعزف، وبتاخد تليفون إيفا من غير ما تحس وبتخبيه في جيبها. وأول ما بتخلص الأغنية بتقول لهم لو حابين ياخدوا صورة مع بعض قبل ما تمشي. وطبعا إيفا مش بتلاقي تليفونها لأنه مع رافين، وبسرعة رافين بتاخد التليفون من إيد كوبر بحجة إنها هتتصور معاهم، وكوبر بيتعصب من تصرفها. وبعد ما بتتصور بتطلب إنها تدخل الحمام، وأول ما بتدخل بتفتح تليفونه وبتكلم الشاب المربوط وبتعرف إن اسمه
اسمه توم، وبتسأله عن مكانه فبيقول لها انه فاكر انهم وقفوا عند اشارة مرور وكان في تمثال لأسد جزء منه مكسور، وبعدها شاف بيت لون بابه ازرق لكنه مش عارف هو فين بالظبط لان السفاح كان مغمي عينيه. واثناء كلامها معاه بيفضل كوبر يخبط على باب الحمام علشان عايز تليفونه، وفورا رافين بتمسك تليفونها وبتفتح لايف وبتقول لمتابعينها ان في شاب مخطوف محتاج المساعدة، وبتقول لهم على العلامات الموجودة في المكان اللي توم مخطوف فيه. وفعلا بنت من الناس اللي شافت اللايف بتطلع ساكنة قدام البيت ده وبتتعرف عليه، ورافين بتبعت للسواق بتاعها رسالة علشان يبلغ الشرطة فورا. كل ده وكوبر واقف بره منفعل جدا وعايز يكسر الباب على رافين. وقبل ما رافين تخرج بتقول لمرات كوبر ان جوزها يبقى هو الجزار. في اللحظة دي بتسمع رافين صوت حاجات بتتكسر وبتشك انه قتل مراته وعياله، وكوبر بيفتح عليها الباب وبياخد التليفونات اللي معاها. ولما بيفتح تليفونه مش بيلاقي توم موجود في مكانه، فبياخدها علشان يركبوا العربية وبيطلب منها تربط ايديها. ورافين بتنصحه يسلم نفسه لكنه مش بيسمع لنصيحتها. واول ما بيفتح الجراج بيلاقي مراته وعياله واقفين خايفين منه، وكوبر بيحاول يتكلم معاهم ويقنعهم ان ده مجرد سوء تفاهم وان مفيش حاجة تستدعي الخوف. ورافين بتستغل فرصة انشغاله مع مراته وعياله وبتنزل من العربية. في نفس اللحظة بتوصل الشرطة وبتحصر البيت كله، وبالرغم من كل ده الا انه كوبر مش بيهتم بوجود الشرطة، وبيدخل ينظف البيت ويرتبوا مكان الحاجات اللي اتكسرت. والشرطة بتطلب من السواق يتحرك بالعربية بتاعت رافين علشان يقتحموا البيت، بس الغريب انهم مش بيلاقوا كوبر موجود، وبيطلع انه كان عامل نفق في المطبخ يخرجه في بيت الجيران علشان يقدر يهرب في اي وقت. ورافين بتستغرب لما سواق عربيتها بيقف من غير ما تطلب منه، وبتتفاجئ لما بتلاقي كوبر قدامها وبيربط ايدها في العربية. واثناء الطريق بتحاول رافين انها تفتح ازاز العربية، وكوبر لما بيقف في اشارة مرور رافين بتقدر انها تفتح الازاز، وبتطلب المساعدة من الناس اللي واقفين وبتقول لهم يبلغوا الشرطة. والناس بتقف حوالين العربية وده بيعطل كوبر ومش بيعرف يمشي. ورافين بتقدر تفك ايدها وتخرج بره العربية وبتقف وسط الناس. والشرطة بتوصل وبتطلب من الناس انهم يبعدوا عن العربية، وبيحاصروا العربية علشان كوبر يخرج منها. ولكن المفاجأة ان العربية ما فيهاش حد، وكوبر بيكون واقف وسط الناس وبيمشي قبل ما حد يشوفه. وفي الوقت ده مراته بتبقى قاعدة لوحدها في البيت لان ولادها موجودين عند اختها، وبتتفاجئ بوجود كوبر معاها وبتلاقي معاه سطور، وبيقول لها انه كان حاسس بحاجة غريبة من وقت ما وصل للحفلة، وان كل حاجة كانت بتحصل كانت بتأكد له ان الشرطة موجودة في المكان علشانه. لكن الغريب واللي ما كانش فاهمه ازاي الشرطة عرفت انه هيكون موجود في الحفلة النهاردة. بس لما رافين كانت موجودة فسرت له كل علامات الاستفهام دي، وده لما قالت ان الشرطة لقت تذكرة للحفلة في بيت من بيوت السفاح، مع انه متأكد ان ساعتها ما سابش اي دليل وراه. وطبعا ليزا من خوفها بتقول انها بدأت تشك فيه في الفترة الأخيرة، وده بسبب الهدايا الكتير اللي جابها لها، وانها كانت فاكراه بيخونها لحد ما في يوم وكوبر خارج مشيت وراه وشافته دخل بيت تاني. ولان البيت ده كان مهجور استغربت وجود كوبر فيه، وانها استنت لما هو خرج ودخلت وراه، ووقتها اتأكدت انه الجزار. وبما انها عارفة انه هيروح الحفلة مع بنته كمان اسبوعين، يومها سابت ايصال تذكرة الحفلة كدليل في البيت وبلغت الشرطة عنه. والكلام ده بيصدم كوبر وبيقوم في ايده السطور وبيقرب من ليزا، لكنها بتقول له انها مش خايفة من الموت، وبتطلب منه انهم ياكلوا مع بعض لاخر مرة. وبعد ما بيخلص اكل بيحس انه مش قادر يقف، وبيفهم ان ليزا حطت له مخدر في الاكل، وبيسمع صوت جاي من ناحية الباب والست الكبيرة هي اللي واقفة بتكلمه. وبنكتشف ان الست اللي كل شوية بيشوفها دي تبقى امه، والست دي بتحاول تهديه علشان ما يقتلش ليزا ويفضل يتكلم معاها. واول ما بيقرب من الباب ضباط الشرطة بيضربوه بصاع الكهرباء علشان يسيطروا عليه، وبيطلع ان المحققة هي اللي كانت واقفة بتكلم كوبر قدام الباب مش امه، وانه كان بيتهيأ له في كل مرة بيشوف فيها امه، وده لانها ماتت من سنين. واثناء ما الشرطة بتقبض على كوبر بيخرجوا بيه من البيت، وبيلاحظ ان الدراجة بتاعت ابنه وقع على الارض، ولان كوبر ما بيحبش يشوف حاجة مش مرتبة فبيعدل العجلة قبل ما يركب عربية الشرطة. وبعد ما بتتحرك عربية الشرطة بيطلع كوبر حديدة اخدها من العجلة بتاعت ابنه وقت ما كان بيعدلها، وبيطلع انه عمل كل ده علشان يسرق الحديدة ويفك بيها الكلبشات. وبعد شوية جيمي بيتفرج على الاخبار وبيسمع المذيع بيقول ان بعد 7 سنين مطاردة للجزار اخيرا تم القبض عليه، وبيقول ان اسمه كوبر في نفس اللحظة اللي بتظهر صورته على الشاشة. وبكده جيمي بيتصدم لما بيفهم انه كان بيساعد السفاح، وده علشان قال له على كل المعلومات اللي تساعده يهرب من الحفلة. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة، وسلام.